الرد الحاسم، الرد النهائي. أنا سيدي الكريم كما تراني الآن هيكل عظمي، نزلت 20 كيلو، تعرضت لوعكة صحية، أصبت بالسرطان، الحمد لله والشكر لك، طلعت منه وتعافيت العام الماضي. أحمد ربي حقيقة، بعد ما أنا كنت، يمكن هم اللي قالوا لي إن أنت كنا فاقدين الأمل فيك. أنا دخلت في غيبوبة حوالي شهرين، لا أعلم ما يدور حولي إطلاقا، ما علمت. بعد 3 أشهر عادت الحياة وعادت الروح وعادت صحتي بعض الشيء وبدأت أستعيد. وها أنا بينما أحافظ على صحتي وإذ أفقد قبلتي. الله يرحمه. فقدت روحي، فقدت هذه الإنسانة العظيمة، فقدت زوجتي أم محمد، ألف رحمة عليها. لم يكن هذا في البال ولا في الحسبان، شاء الله وما قدر فعل، والحمد لله والشكر لك يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا على هذا البلاء العظيم. شعرت بيتم بعد فقدها؟ فقدتها الحقيقة، فقدت الروح في البيت، فقدت توازني، وجدت نفسي فجأة أنا المسؤول، وأصبح في لحظة ما أنا الأب وأنا الأم، أنا أمارس الدورين. وبينما أنا ما مارست دور الأب، الممارسة المطلوبة مني كأب، لأن أبنائي كانوا بين أيادي أمينة، إنسانة صانعة رجال. الله يرحمها. أكيد كانت إنسانة عظيمة وأكيد قامت بكل ما كنت بكل ما تعني الكلمة من معنى. لذلك الآن نحن نرمم هذه الروح التي احترقت في داخلنا، هذه العروق المتجمدة في أجسامنا. نفوق، نحاول أن نفوق من الصدمة. أنت تحدثني اليوم يصادف الشهر الرابع على وفاتها. لن تخرج من الروح ولن ننساها. الله سبحانه، يعني دائما أقول اللهم ألهمنا الصبر والسلوان. ليش ما نقول اللهم ألهمنا الصبر والنسيان؟ النسيان لا يمكن، السلوان ممكن، والسلوان بيدك وبيدي. نعم أنا فاقد التوازن، لحظة انكسار، لكن سأقف من أجلها، سأقف على رجلي من أجلها، سأصنع الدهشة من أجلها، وسأجعل أبنائي يصنعون إن شاء الله نجاحات وإنجازات ويهدونها لروح العظيمة. تستاهل بالتأكيد. هذه هي اللي نحاول الآن بعد ما نغمم روحنا، نقف على رجولنا، نبدأ الحياة الجديدة ونواصل المسير. أبو محمد الله يرحمها، يعني فقدتها بسبب أيضا مرض السرطان. بالضبط. وهذه مفارقة، يعني سبحان قضاء وقدر، هذا يعني أقدار الله. لكن وأنا في ألمانيا كانت ترافقني في مرضي، ترافقني وهي بخير، وقفت معي. شاء الله أن أشفى وتدخل هي. ولكن هذه المرة
كان الأمر مهيف، كنت أعلم بذلك. كانت إيمان ومؤمنة إيمان غير طبيعي هذه الإنسانة. أنا جنبها، أنا زوجها، أنا معاها، أنا على السرير، أنا أشعر بأنفاسها، أنا أشعر بآهاتها بآلامها. هذه المرأة لم تقل في يوم من الأيام رغم قساوة المرض. الحمد لله، الفقد كبير والله بيعوضنا. وأنت هنا في ساحة البيت واحة وأشجارا وورود ونخيل، ها هنا مقعدك الخالي ينادي، وهنا قلبي ينادي مستحيل، وهنا الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي